فاقت ميرا قبل المدرسة وركضت على المراية تتشوف شو وضع سنها يلي عم يلق. إله كم يوم بده يوقع وما كان يوقع. امها لميرا شفتها وقالت لها صباح الخير يا ميرا، يلا البسي وحضري حالك، حنمرق عند دكتور الأسنان قبل المدرسة، أخذت لك موعد. فتحت ميرا عيونها هيك فنجرتهم متفاجئة، تغير لون وجهها وصارت مهمومة. تذكرت آخر مرة راحت فيها عند دكتور الأسنان، الأصوات اللي بتخوف، الوز والون والإبرة، وكيف من بعد زيارة الدكتور ما قدرت تحس بتمها وما قدرت تحكي ولا تاكل لكم ساعة. لبست ميرا تيابها وأكلت الترويقة الفطور يعني، وفرشت أسنانها، بس رجعت قعدت على الآيباد تلعب، ما بدها تروح عند الدكتور. وهون ذكرتها الماما إنه زيارة الدكتور ما كانت هالقد سيئة آخر مرة، بالعكس الدكتور كان كتير مهضوم وعطاها هدايا وخلاها تجرب تستخدم أدوات بتشبه أدواته، بس على لعبة خلاها تلعب دور دكتور الأسنان، وذكرتها إنها انبسطت عنده. أخذت ميرا نفس عميق وقبلت تنزل مع الماما على السيارة. كان النهار حلو مشمس، والشمس والدفى يلي بتعطيه دايما بخلينا نحس بالسعادة، وميرا كان بدها كل الدفى من الشمس اليوم تتبقى مبسوطة ومش خايفة من زيارة الدكتور. وصلوا على العيادة ودقات قلب ميرا صارت تزيد وتزيد، ما قادرة توقف حالها عن الخوف. قعدت ميرا بغرفة الانتظار وصارت ترسم على اللوح الأسود يلي موجود هنيك. رسمت بالطبشورة بيت وبسينات وبنت صغيرة، وبقيت ترسم لحد ما إجا دورها تفوت عند الدكتور، والسكرتيرة نادت اسمها ميرا. أخذت ميرا نفس عميق بس بقيت عم ترسم وما عبرتها للسكرتيرة. نادت اسمها مرة تانية ميرا، وفجأة ميرا سمعت صوت تاني، صوت الدكتور. يه، ميرا عنا اليوم؟ وين هي؟ إجا الدكتور قرب صوب ميرا، نخلة عندها يعني نزل لمستوى طولها، وعطاها ستيكرز بسينات وقالها فرجيني الضحكة لشوف. ميرا ابتسمت وبينوا سنانها، وسكر دغري عيونه الدكتور بإيديه وكأنه ضوء قوي ضرب بعيونه وانبهر من سنانها، كتر ما سنانها بيض. سنانك ما شاء الله بيض عم بيلمعوا، عم بتفرشيهم كتير منيح، برافو عليك. شال ايده عن عيونه الدكتور وفتحهم، وطلب منها تفتح تمها حتى يطلع على سنانها مرة تانية، وقال في سن من سنانك رح يوقع، لازم نشوف شو قصته، بس بالأول تعي حتى تنقي هديتك لليوم. مشيت ميرا معه وفاتت على غرفة المعاينة. على اليمين كان في مكتبه للدكتور، وعلى الطاولة مجسم للسنان وحده فرشاية سنان كبيرة. قربت ميرا حملت الفرشاية وصارت تفرشي مجسم السنان. رجعت انتبهت للأدوات اللعبة يلي لعبت فيهم المرة الماضية. وحدة كانت مثل عصاية فيها مراية صغيرة بآخرها، فوتتها بقلب التم المجسم حتى تشوف انعكاس الأسنان من جوا. ورجعت حملت أداة تانية وصارت تعمل أصوات وز وون كأنها عم تحفر بقلب السن. رجعت وقفت، تركت كل شي من إيدها. حست بدقات قلبها عم تزيد مرة تانية، ما بدها وز وون ولا بدها تمها يتخدر. قرب الدكتور لعندها وبإيده هاللعبة يلي شو اسمها، هيدي يلي فيها شي مثل الصابون بتغطسوا فيها دويرة وبتشيلوها وبترجعوا بتنفخوا بقلبها وبتطلع بلاوين، فقاعات بابلز يعني. أخذتها ميرا من الدكتور وقالت له شكرا على الهدية، بس بقي الزعل مبين على وجهها. فانتبه الدكتور وقال لها يا ميرا، بتعرفي ليش منجي عند دكتور الأسنان؟ ردت عليه وقالت له عشان أسناني مش منيح. قالها لا، ما ضروري، ما بتجي لعندي بس لما يكونوا سنينك عم يوجعوكي، بتجي لعندي لأهتم بسنينك حتى يبقوا قوايا وما يوجعوكي. وعندي خبرية حلوة إلكي، لأنك عم تفرشي سنينك مزبوط. اليوم
لا رح نعمل إبرة ولا والزون. بترد ميرا وشو حتعمل لكن؟ قالها تعي عدي على هالكرسي لخبرك. قعدت ميرا على كرسي مايل ظهرها لورا عشوي كأنها تخت فيها تنام عليه. تسطحت على ظهرها والدكتور عدى لاتجاه اللمبة الكبيرة يلي فوقها حتى يضوي على وجهها وقالها افتحي تمك. ترددت ميرا شوي بس رجعت فتحت تمها. حط دكتور السنان اصبعه على السن يلي عملق وحركه شوي ورجع قال مش بحاجة ننطر بقى خلص ها. طفى الدكتور الضوء يلي فوق ميرا وقالها خلصنا وهيدا سنك. فرجيها السن يلي بإيده سنة لميرا. ميرا دمعت وكانت حتبكي. فدغري الدكتور ادارك الوضع وقال لها ما تخافي ما تخافي، هيدا اسمه سن لبن، كل يلي بعمرك بيطلع لهم سنين لبن وبيوقعوا وبيطلع مع حلهم سنين أقوى بكتير. فتح لها إيدها لميرا وحط السن بقلبها وسكر إيدها وقال حطي هالسن تحت المخدة حتى جنية الأسنان تجي تزورك بالليل تترك لك مصاري هدية. ودعت ميرا الدكتور وأكيد ذكرها إنها لازم تفرشي سنينها 3 مرات بالنهار بعد الأكل، ولازم تعمل فلوسينج يعني تنظف سنينها بالخيط، ولازم تاكل أكل بغذي فيه فيتامينات وبروتين وكالسيوم حتى يبقى جسمها قوي وسنينها قوية. بعد ما خلصوا من عند الدكتور طلبت ميرا من الماما تخليها تقعد بالجنينة حول العيادة شوي حتى تلعب بالبابلز الفقاعات يلي أعطاها إياها الدكتور هدية. قعدوا شوي شي 5 دقايق قبل ما الماما تودي ميرا على المدرسة. وصلت ميرا مأخرة كان وقت الفرصة، فقعدت على طاولة الأكل وإجت رفيقتها لحدها وسألتها وين كنتي يا ميرا؟ ليه ما جيتي على أول كم صف؟ ميرا حطت إيدها بجيبتها ورجعت شالتها وفتحتها وفرجت رفيقتها السن يلي شاله الدكتور. كمان خبرتها شو قال دكتور الأسنان عن الجنية. فردت عليها رفيقتها وقالت أنا الجنية تركت لي $1 الأسبوع الماضي تحت المخدة. وفرجتها لميرا الفراغ محل ما وقع سنها، وميرا فرجت رفيقتها الفراغ محل ما كان سنها عم يلق الصبح. دق جرس المدرسة وميرا ورفيقتها طلعوا على الصف. حاولت ميرا تنتبه للمعلمة شو عم تشرح، بس بنفس الوقت كانت عم تفكر بالجنية كيف شكلها. هل بتعيش بفانوس سحري مثلا مثل الجني تبع علاء الدين؟ هل لونها أزرق مثل الجنية العرابة فيري جاد ماذر من فيلم سندريلا؟ أو يمكن لونها أصفر مثل تينكربيل؟ هل حجمها مثل الإنسان أو صغيرة قد العصفور أو الفراشة؟ وهل عندها جوانح وبتطير؟ هل بتحمل معها عصاية سحرية؟ أسئلة كتير. بس هلأ وقت الصف ولازم تجرب ميرا تركز قد ما فيها وبالبيت تحاول تفكر وتلاقي شو شكلها هالجنية. خلص نهار المدرسة وميرا بالباص على الطريق على البيت حاولت ترسم كيف ممكن يكون شكلها لجنية الأسنان. يمكن أسنانها مثل الأرنب، أو يمكن عندها سن ناقص مثل ميرا ورفقتها، أو يمكن أسنانها من ذهب وفضة. يمكن لابسة حلقة وحدة بدينتها لأنه خافت تحط حلقة تانية. يمكن لابسة بيجاما لأن جاي بالليل. سواق الباص خفف سرعته ووقف على جنب. ميرا شالت عيونها من الدفتر وانتبهت إنها وصلت على البيت. نزلت من الباص وركضت عبطت الماما. أكلت غداها ولعبت شوي مع جارتها ديانا لحد ما صار وقت النوم. فرشت سنينها، لبست البيجاما وطلعت على الفرشة. حطت السن تحت المخدة وتسطحت على التخت. الماما بستها وقالت لها تصبحي على خير. طفت الضوء بالغرفة وتركت ميرا تنام. غمضت ميرا عيونها بس ما كان يجيها النوم. عقلها ما كان يوقف يفكر بالجنية، وأصلا ما بدها تنام عشان تشوفها. فبقيت ناطرتها بالتخت لحد ما سمعت صوت الموسيقى تبع فان البوزة الآيس كريم تراك. ركضت صوبه، طلبت من عمه قرن بوزة مشكل وأعطاها قرن كورنيه على لون قوس القزح الرينبو.
حاولت تاكل البوظة قبل ما تدوب، بس ما لحقتها، كانت عم تدوب بسرعة كبيرة، وصار في نهر من البوظة الدايبة تحت ميرا، ولقيت حالها قاعدة بقارب من بسكويت قرن البوظة وعايمة على النهر. حدها بقلب القارب كانت رفيقتها ديانا وجارتها ديانا. ديانا كانت مبسوطة إنه القارب معمول من بسكويت، فصارت تاكل منه، بس ميرا كانت خايفانة وعم تترجاها توقف أكل، لأنه إذا أكلت كتير من القارب بينتزع وبيغرق. وهيك صار في جورة بكعب القارب لأنه ديانا أكلت منه، وفاتت البوظة الدايبة على قلبه، وصار ينتلي القارب بسرعة وبلشوا يغرقوا بالنهر. وهون ميرا اجتها فكرة، وقرروا هي وديانا يشربوا البوظة الدايبة قد ما فيهم عشان ما يغرق القارب. وصاروا يشربوا ويشربوا، بس يلي ما انتبهوله إنهم كانوا متجهين صوب شلال كبير. ميرا وجعها بطنها من كتر الشرب، فوقفت شوي وطلعت حواليها، وأخيرا انتبهت للشلال. صرخت ميرا وبصوت عالي قالت لديانا: بس قول 3 نطي، أوكي؟ 1 2 3. نطوا سوا بالهوا وتمسكوا بعيدين غزل البنات اللي كانوا طايرين مثل الغيوم بالسما. بقيوا يطيروا صوب الشمس، بس ضوء الشمس صار يقوى أكتر وأكتر لحد ما ميرا اضطرت تغمض عيونها لأنها انبهرت. ولما فتحتهم لقيت حالها بالتخت نايمة، والشمس طلعت وضاربة على عيونها. كل يلي كان عم يصير معها حلم ومش حقيقة، لا في قارب ولا في بوظة ولا في غزل البنات، وأصلا ديانا كانت ببيتها نايمة. وهون تذكرت الجنية، طلعت على المخدة ولقيت $1 مطرح ما حطت السن تبعها، ولاحظت إنها غفيت قبل ما تشوف الجنية. بالمدرسة خبرت رفقتها شو صار، وقرروا تاني مرة بيوقع سن من أسنانهم لازم يكون عندهم خطة حتى يتلقطوا بالجنية. وهن كانوا عم بيتمشوا بملعب المدرسة وعم بيفكروا، ميرا بتنتبه لسن واقع على الأرض، بتلمه وبتغسله وبتحطه بجيبتها. ورفقتها فكرت وقالت: كل رفقاتنا بالصف بلشوا يوقعوا سنينهم كمان مثلنا، وأكيد في سنين أكتر بجنينة المدرسة وقعوا منهم هن وعم يلعبوا. فرجعت ميرا ورفقتها على الجنينة، ركضوا لهونيك وقضوا الفرصة الريسس يعني يبحثوا عن سنين واقع على الأرض، وجمعوا لهم شي 5-6 سنين. أخذت ميرا نص ورفقتها نص وخبوهم حتى رجعوا على البيت. أول ليلة ميرا جربت تبقى سهرانة، بس بعد 2 ساعات غفيت وفاقت تاني نهار. تفقدت تحت المخدة ولقيت إنه الجنية ما أخذت السن، فراحت عند الماما وخبرتها، وردت عليها الماما إنه الجنية بتيجي بس للسن تبعها، يعني ما فيها تحط سن حدا تاني ويطلع لها $، ما بتجي لسنين لحدا تاني. فانفقست ميرا وراحت على المدرسة زعلانة. شافت رفيقتها وكان معها $. سألتها: كيف اجت الجنية لعندك ولعندي ما اجت؟ ماما قالت لي ما بتجي الجنية إذا السن مش إلي. فردت رفيقتها وقالت: عن جد؟ يمكن اجت لعندي لأن فكرت إنه السن إلي. بارح بالليل ماما شافت السن معي وسألتني فكذبت وقلت لها هيدا السن لا إلي. فلما رجعت ميرا على البيت ركضت لعند الماما، كذبت هي كمان وقالت لها وقع سن جديد بالمدرسة وراح حطه تحت المخدة. سألتها الماما حتى تفرجيها وين وقع، فقالت لها ميرا: هلأ بعد ما فرش سنيني بفرجيكي. أكلت ميرا وفرشت سنينها وما فرجتها للماما تمها. لما إجا وقت النوم إجت الماما وبستها لميرا وقالت لها تصبحي على خير، وطلبت منها تفتح تمها حتى تفرجيها السن يلي وقع. فردت ميرا هيك وهي عاملة حالها نعسانة وقالت لها بكرة الصبح كتير نعسانة وتعبانة. لما غمضت ميرا عيونها تركتها الماما وظهرت من الغرفة. وهون ميرا فاقت، طوت الغرفة تبعها وفردت الليجوس تبعها على الأرض بالأوضة عشان لما تيجي الجنية تدعس عليهم وتصرخ. وميرا إذا غفيت تفيق. طفت الضوء وتسطحت على ظهرها وغمضت عيونها. بعد 1 أو 2 ساعات
غفيت ميرا مثل العادة لحد ما سمعت صرخة وعتها. نطت ميرا من التخت وضوت الضوء يلي حدها وشافت الماما مش الجنية واقفة بقلب الأوضة. سألتها ميرا شو عم تعملي هون يا ماما؟ وردت الماما وقالت لها ليش تركى ألعابك بالأرض؟ وأيمتى كنتي عم تلعبي فيهم؟ اشتركتك تنامي وكانت الغرفة نظيفة؟ مبلا ردت ميرا وراسها بالأرض. وشو صار لكن؟ سألت الماما. بس فليتي فردتهم بالأرض عشان تصرخ الجنية لما تجي على الأوضة وأوعى وشوفها. هون وقفت ميرا شوي، رجعت سألت الماما ليش رجعتي جيتي على الأوضة؟ تلبكت الماما وقالت لها كان بدي بوسك مرة تانية قبل ما تنامي. عبطتها ميرا للماما وقالت لها حتنظف الأوضة وتنام. وهيك صار، طفت الضوء، طلعت على التخت ونامت. تاني نهار السن كان بعده تحت المخدة والجنية ما بدلته بدولار. بعد ما حضرت ميرا حالها للمدرسة راحت لعند الماما وسألتها ليه الجنية ما تركت لي مصاري؟ الماما ردت وقالت لها انت شو رأيك؟ بس قبل ما تقدر ميرا تفكر بجواب اجا باص المدرسة. ميرا بقيت تفكر بالسؤال طول الطريق. انتو بتعرفوا ليه الجنية ما اجت لعند ميرا وتركت لها مصاري؟ بس وصلت ميرا على المدرسة نادت لرفيقتها وركضت ميرا صوبها. كانت واقفة حتصبي بصفهم. عرف عن حاله انه اسمه ترافيس وبيو عالم ساينتست كتير معروف واسمه نيل. ترافيس كان عنده نفس السؤال، كان بده يشوف الجنية ويتأكد انها حقيقية. ولما سأل بيو قال له بيو انت شو رأيك؟ فقرر ترافيس يعمل ساينس اكسبيرمنت، يعني اختبار علمي. فحط شبك للبرغش، هيدا الشبك البرغش فوق تخته منشان إذا إجت بالليل تعلق بالشبك إذا كانت صغيرة، وحط ورق ألمنيوم على الأرض حتى إذا كانت كبيرة وبتمشي على الأرض تدعس على هول الورق وبيعلموا إجريها على الأرض، دعسات إجريها. بس ما قدر يكتشف شي لحد ما جرب نفس طريقة ميرا ورفقتها. جمع أسنان من الملعب وحطهم تحت المخدة بلا ما يخبر أهله. بس ما اجت الجنية وبقي السن ما طلع له دولار. وبغير نهار خبر الماما انه حط سن جديد تحت المخدة. ولما فاق تاني نهار لقى دولار تحت المخدة مع انه السن كان مش سنه. رجعت ميرا على البيت هداك النهار، وقبل ما تقول مساء الخير لما فاتت على البيت سألت الماما انتي عم تعملي حالك جنية السنين؟ ضحكت الماما وسألتها كيف عرفتي؟ ردت ميرا وخبرتها كيف عرفت. خبرتها عن التجربة العلمية ساينس اكسبيرمنت يلي عملتها هي ورفقاتها ويلي عملها الولد اللي اسمه ترافيس. كيف انه لما تحط السن تحت المخدة الجنية ما تجي إلا إذا الماما كانت عارفة انه في سن تحت المخدة. فاكتشفت انه الماما هي اللي عم بتحط الدولار تحت المخدة. عبطتها الماما لميرا. لما تركتها حطت ميرا ايدها بتمها وشالت سن جديد وقع. أوبس. سألتها الماما شو بدك نعمل بهالسن؟ ردت ميرا بضحكة وقالت لها مثل العادة رح حطه تحت المخدة وبالليل تتركي لي محله مصاري. وهيك صار. وتاني نهار أخذت ميرا الدولار واشترت بوزة هي ورفقاتها. وتوتي توتي توتي خلصت لحد توتي.